السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ أي كلام هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناة سوبر دوجي أم بدر. طبعا انتوا كنتوا عارفين أو عندكم علم، حصل ترند كبير جدا على وفاة ضاضة أو الاسم رضا ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي. طبعا انا طالعه اعمل الفيديو ده مش علشان الترند، لان خلاص الترند راح خد بعضه ومشي، وكان شويه كده هرج ومرج، وناس كتير استغلت الترند ده وطلعت فيديوهات وعملت صفحات باسم الطفل وعملت شهرة كبيرة جدا وعملت مشاهدات ولمت وعملت. المهم انا بعمل الفيديو ده تعليق بسيط على بلوجر مشهورة ايا كان اسمها، انا مش عايزة اعرف اسمها ايه، وليها محتواها وليها ناسها، لكن ما وصلتش الهيافة لدرجة انها تعمل ترند على حساب طفل صغير. اي نعم، هي بتعمل ترند كتير قوي وبيطلع معاها فيديوهات عالي جدا وبتطلع معاها زي الفل، ما فيش اي مشكلة، لكن وسعت منك قوي لما تطلعي تعملي الفيديو بتاع الواد الصغير. عملت ايه؟ ناس كتير استغلت هذه القضية، وهي عملت فعلا فيديو وقالت وعزت وعملت وسوت. انا من الناس اللي يعني هعمل ايه؟ يعني ما اطلع اعزي، العزا مش هيوصل، انا ممكن نعزي من قلوبنا. يعني طالعة في فيديو بتقول ام الطفل طالعة بقى بميك اب. طبعا اللي ما عندوش معلومة ان الام اسمها شيماء سعيد تقريبا. شيماء سعيد عندها كوافير زي بيوتي سنتر، غير انها بلوجر وبتطلع تعلم البنات ازاي تتأنق وازاي تلبس وازاي تعمل شعرها، الحاجات بتاعت البنات بتاعت الايام دي. ايا كان بقى محتواها، الناس بتحبها على هذا الشكل. حصل اللي حصل، وحصل وفاة الطفل، وتقبلت الوضع ورجعت بعد الايام ديت علشان ترجع لحياتها. يعني هي خلاص تقبلت وضع ان ابنها توفى ورجعت لحياتها طبيعية تدريجيا. بس مين قالك انها رجعت لحياتها الطبيعية؟ مفيش واحدة تنسى ابنها ايا كان، مفيش واحدة تنسى ابنها حتى لو لبست من افخم من انواع اللبس وحطت ميك اب من هنا لتاني يوم الظهر. يعني طالعه بتهاجمها بتقول لها انت حاطه ميك اب ورجعتي لحياتك ازاي؟ بقى بتحاسبها ازاي ابنك وقع من الدور ال11، ازاي انت كنتي مهمله، ازاي انت عملتي، ازاي انت سويتي، وبتقولي ان الواد عنده فرط حركه، ازاي ان انت سبتيه عند جدته. فعماله تهاجمها هجوم، يعني قضاء الله وقدره نفس. ايه الجديد اللي انت طالعه تتكلمي عنه؟ طالعه بتتهجمي على واحده فقدت عزيز ليها، ايا كان الحاله اللي هي طالعه بشكلها حاطه ميك اب بتاع، بس اكيد هي من جواها قلبها محروق على ابنها، اكيد هي من جواها بتحاول تقف على رجلها من جديد علشان وراها ناس بتاكل لقمه عيش في المحل اللي هي فاتحاه. اكيد في ناس وراها بتاكل لقمه عيش، فلازم تلم شتات نفسها كده وتروح تقف في وسط الناس دي. وطبعا مش هتروح بالحزن، اكيد حتى شويه ميك اب بتبين معالم وشها عشان ما يبقاش في معالم حزن. وطبعا دي حاجه مش جديده عليها، لان هي اصلا بتاعت ميك اب، بتحط ميك اب، بتعمل، بتسوي. يعني هي ما عملتش حاجه خارجه عن يعني الطبيعه بتاعتها ايا كان طبيعتها. انتي طالعه بتهاجميها في ايه؟ ايه الجديد اللي طلعتي بتقوليه؟ بتقولي لها ان انتي بتقولي، يعني الست البلوجر دي بتقول لها ان انتي بتقولي ان انتي ابنك عنده خدامه، ليه ما وديتيش الخدامه معاه عند سته؟ طب بالله عليكي، ولد رايح عند سته هتبعت معاه الخدامه ليه؟ حاجات كتير هايفه وحاجات كتير ملهاش اي لازمه. بلوجر معرفش انت طلعتي مشهورة على ايه بالظبط، بس هي ارزاق، بس دي وسعت منك قوي قوي، وانتي خدتي اللي فيه الخير كله من اصحاب شيماء سعيد. انما انا عشان انا بتابعك بالصدفة فطلعت قلت عليه.